بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نتحدث إليكم اليوم بمناسبة مولد الإمام أبي بكر الإدفوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صفر عام 1438 هجري 2016 ميلادي. فقد ولد الإمام أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن محمد الإدفوي الحسني الشريف النحوي المفسر صاحب مجلدات الاستغناء في علوم القرآن وتفسيره. ولد في شهر صفر سنة 304 هجري 916 ميلادي، وانتقل إلى رحمة الله عام 388 هجري في 7 ربيع الأول سنة 998 ميلادي. وقد بلغ من العمر 83 عاما. الإمام الإدفوي كان صالحا خشابا يترزق من معيشته ويتكسب من بيع الخشب بالقاهرة. ومن أبنائه أبو القاسم، وهذه كنيته، أحمد بن محمد ابن علي بن أبي بكر الإدفوي. وروى عن أبيه رواية ورش. وأيضا من أبنائه
أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد بن علي الإدفوي، وسمع الحديث من أبيه وابن شقيقته أبو عبد الله أبو الحسين ابن جعفر الكلالي، وهو ابن بنته وليس ابن أخته. توفى عام 425 هجري. هذه أسرة الإمام أبو بكر الإدفوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإمام أبو بكر الإدفوي عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، أي في عصر تابع التابعين من الخلفاء الراشدين. هذا الإمام مكث في إدفو ثم سافر إلى القاهرة ليتلقى علومه الدينية والدنيوية، ودرس في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط آنذاك، ثم انتقل ليلتقي بالعلماء المغاربة في مسجد أحمد ابن طولون. هكذا كانت حياة الإمام الإدفوي الذي عاصر الدولة الإخشيدية، وهذه الدولة كانت تحت السيادة الإسلامية للخلافة العباسية، وأتت بعد انهيار الدولة الطولونية. وكان الإمام يتنقل من الفسطاط التي بها المسجد العمري، والذي كان بمثابة الجامعة التي تدرس العلوم الإسلامية. والإمام الإدفوي كان ينتقل من القاهرة إلى إدفو مسقط رأسه للزيارة وصلة الرحم، وكان ذلك عن طريق المراكب الشراعية الأسرع في هذا الوقت عن طريق نهر النيل.
وكان يمكث لبعض الوقت في إدفو لصلة الرحم وزيارة الأقارب ولإجراء الجلسات العلمية في تفسير القرآن الكريم وفي الفقه وفي العلوم الدينية. وكان يؤم المسلمون في الجامع العمري بإدفو، وهذا المسجد من أقدم المساجد الدينية في مدينة إدفو، بل في محافظة أسوان بأثرها. ثم بعد ذلك ينتقل إلى القاهرة ليواصل تدريسه للعلوم، لكي يواصل تدريسه للعلوم الدينية في القاهرة. هذا هو الجزء الأول من حياة الإدفوي، والتي كان لابد لي من التعرض لها كسيرة ذاتية للإمام أبو بكر الإدفوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد ألف الإمام أبو بكر الإدفوي عدة مؤلفات. من هذه المؤلفات كتاب القراءات، وكتاب آخر رواية ورش، ثم كتاب ثالث الإمالة، ثم أدب القارئ والمقرئ والعالم والمتعلم. وأيضا ألف مجلدة كبيرة في علم النحو، وكتب كتاب في قراءات القرآن الكريم، ويسمى الإقناع في أحكام السماع. ثم مجلدة كبيرة في علم النحو، وأخرى في الأدب واللغة. وأهم ما ألفه الإمام الإدفوي هو كتاب الاستغناء في علوم القرآن وتفسيره. والإدفوي من الأئمة الكبار، ومذهبه هو المذهب المالكي، وعقيدته أشعرية من الأشاعرة.
هذا هو الإمام أبو بكر الإدفوي الذي عكف على تفسير القرآن الكريم، وألف مجلداته الاستغناء في 12 عاما بين الفحص والتمحيص. وهذه المجلدات شاملة كاملة تفسر القرآن الكريم وتفسير متكامل شامل. وحاليا مشكورة جامعة أم القرى في مكة المكرمة تقوم بدراسات على مجلدات الاستغناء، وتقسم هذه المجلدات على الإخوة الباحثين والباحثات ما بين رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه في ذلك التفسير. ثم بعد ذلك سوف تجمع هذه الرسائل لتخرج منها تفسيرا شاملا كاملا مطبوعا في مجلدات توزع في العالم. وهذا جهد مشكور وشيء ممتاز تقوم به هذه الجامعة في كلية أصول الدين، قسم القرآن الكريم. ونأمل أن يخرج هذا التفسير قريبا ليكون في متناول أيدي عشاق القرآن الكريم وتفسيره، حيث أنه درة من درر التفسير. وهناك أساتذة أفاضل قاموا بعمل دراسات ما بين الماجستير، ما وصلنا منهم حتى الآن الإدفوي مفسرا وسورة الفاتحة من تفسيره للباحث الدكتور الكحيلان. وأيضا هناك دراسة ممتازة في الحصول على العالمية الماجستير في تفسير
الإمام الإدفوي في آيات من سورة البقرة وبعض الآيات من سورة يونس للباحثة المجدة المجتهدة الباحثة الأستاذة لبنى بنت العرفج. وأيضا هناك دراسة انتهى منها الباحث محمد ابن منشط أيضا في آيات من بداية سورة البقرة في التفسير، وكانت دراسة قيمة تشرف كل باحث في تفسير القرآن الكريم. وأيضا هناك دراسة في فقه اللغة العربية تقوم بها الباحثة الأستاذة أسماء المطلق أيضا من السعودية، وهي دراسة متميزة تبذل فيها جهدا متميزا، وإن شاء الله تخرج إلى النور ليستمتع بها كل دارس للغة العربية. وهناك اتجاه في مصر لعمل دراسات مماثلة كما هي في المملكة العربية السعودية، سواء في جامعة محمد بن سعود الإسلامية أو في جامعة أم القرى أو في جامعة الأمير سطام ابن عبد العزيز بالتعاون مع جامعة محمد بن سعود الإسلامية. هناك اتجاه في الأزهر الشريف أيضا تهتم بالإمام أبي بكر الإدفوي وبتفسيره الذي يعتبر من الدرر الكامنة. وأقول كما قال الشاعر: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته. أأمل أن نغوص في بحر اللآلئ لنخرج كل تفسير مغمور لم يظهر بعد مثل تفسير الإمام أبو بكر الإدفوي رحمه الله. وفي مولده في هذا العام نقرأ له الفاتحة والدعاء لما
تركه لنا من تراث خالد، ألا وهو تفسير الاستغناء للإمام الإدفوي. فندعو الله له بالرحمة والمغفرة في كل وقت وحين، ولأبنائه الأجلاء سلالة الدوحة النبوية الشريفة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكل عام وحضراتكم بخير، ودائما نتصفح مجلدات الإدفوي ونغوص في لآلئها لنخرج كل ثمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم لحسن المشاهدة والإنصات، وأدعو لكم بالتوفيق والمغفرة، وأستودعكم الله. بعض من حسن شريبنا، يقول البعض من حسن شريبنا، ونحن من حسين أقدر